رفقتنا اليوم باش ناخذوا فكرة العصبية في برنامج بلوطة شو. هاي العصبية، 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 هاي العصبية. عصبية، 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 عصبية. بعد ما مثلناكم عصبية تو باش نتعداو عصبية كفكرة. العصبية هي حاجز حواري فكري بين أطراف، سواء إن كان في تحديد مصير دولي أو عائلي أو في إطار تبادل أفكار فيما يجري في الأوقات التي نتعايشها، سواء إن كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. ما ينتج عنها هي الحجرة بلغتنا نحن، والضرب لعدم قبول الفكرة أو لعدم فهم وضعية التي تقال فيها الفكرة. مثال: انت ولاد قاعدين في بلاصة وقاعدين تحاوروا على فكرة، وانت عبرت على فكرة للشخص على شكل خاص، وهما الولاد فهموها لهم هما، وليت انت وصلت فكرة كذا بوجه خاص اللي هو بركة، خاطر هما عندهم عصبية بزيادة. اما هما فهموها لهم هما وقاموا يضربوا فيك ويسبوا فيك. في حالة هذه العصبية هي حاجز حواري لعدم فهم وضعية الفكرة أو لتجاهل وضعية الفكرة، واللي هي انك انت قلت على فكرتك على وجه خاص لك الشخص هذاك، وهذا لانك وجدت شخص يتفهم فكرتك. وهنا ندرك ان العصبية هي حاجز فكري حواري، وناخذ ايضا ماذا ينتج عن هذه العصبية. وكما ذكرنا سابقا في المثال: الضرب، الحجرة، الشتم، العراك، الفتن، هذه كل نتاج عن العصبية. وكل هذه النتائج هي نتيجة لعدم فهم فكرة بصورة صحيحة. ملاحظة: المثال هذا ما يفهموش كان اللي عايشه، ما يفهموش كان اللي باش يتفهموا. هكا هذوما هكا